السلام عليكم، أهلا بكم جميعا. اليوم وصفتنا سريعة، مكوناتها إن شاء الله متوفرة دايما عندكم بالبيت. الكب كيك بتنفع نقدمها للعيلة وكمان ضيافة مع الشاي أو النسكافيه، والأهم من هيك لما الأم تعملها لأولادها وياخدوها من ضمن وجبات المدرسة. مشبعة لذيذة شهية وأفضل من أشياء كتير جاهزة وملونات صناعية ضارة. ودايما نبدأ بسم الله. مقادير وصفتنا قدامكم. بتعمل صينية كب كيك 12 حبة، وانتوا لو حبيتوا تعملوا أكتر ضاعفوا كمية المقادير. بنحتاج لكوب وربع من الطحين الأبيض، حبتين من البيض، ولو حطيتوا بيضة واحدة تكون كبيرة بيمشي الحال. نص كوب خليط ما بين الزيت النباتي والسمنة والزبدة، ونص كوب سكر أو أقل شوية، ونص كوب عصير برتقال طازج، وباكيتين فانيلا، وباكيتين بيكنج باودر، كل باكيت حوالي معلقة صغيرة، ورشة بسيطة كتير ملح. خلينا نبدأ بخطوات العمل. بجاط أو بأي وعاء بينفع لخلط الكيك بضيف البيض مع الفانيلا وبحرك كتير منيح، ورشة الملح من الإضافات اللي بتضيع زنخة البيض وبتعطي هشاشة وطراوة للكيك. معلقة خل مع رشة بسيطة كربونة، لكن للأسف اليوم نسيت أحطها، برضو ما في مشكلة. بضيف السكر وبخلط بشكل جيد حتى تذوب الحبيبات منيح. بعدين بنضيف الزيت مع السمنة والزبدة. انتوا فيكم تكتفوا بالزيت النباتي، لكن إضافة السمنة والزبدة مع الزيت بتعطي نكهة وطعم لذيذ للكب كيك. وبنرجع نخلط، ما في داعي نستعمل أي جهاز كهربي أو خلاط، كله بالمضرب اليدوي. بضيف العصير، لو مش متوفر عندكم عصير برتقان استبدلوه بنص كوب حليب سائل، كله بينفع، لكن كل مكون له نكهة خاصة مميزة لذيذة، يعني حسب أي نوع متوفر عندكم. وبعد ما خلطت كل المواد السائلة بشكل منيح بنضيف الطحين، يفضل النخله، ودايما مع الطحين البيكنج باودر، وبحرك. بضيف باقي الطحين وبنستمر بالخلط. بكمل خلط بالمغرفة حتى ندخل الهواء لخليط الكيك. ما بنبالغ كتير بالخلط، هيك كتير منيح. بنشوف الفقاعات بدأت تظهر، وهذا دليل انه الخليط تمام وداخله الهواء، وان شاء الله راح يطلع الكب كيك هش واسفنجي وطري، وهذا القوام المطلوب ممتاز. حضرت الصينية الخاصة بالكب كيك، وعندي الأكواب الورقية الخاصة بي من محلات مستلزمات الكيك، بتلاقوهم وأسعارهم بمتناول الجميع. بصفهم بالصينية. فيكم تضيفوا الخليط بأي مغرفة أو الشاف نفسه، لكن صراحة هذه الأداة بتساعد كتير وما بنتغلب لما نضيف الخليط بالأكواب. بنحط بس لنص الكوب، لأنها حبة الكب كيك رح تنفش ويتضاعف حجمها. هيك تمام، إجا على الصينية بالضبط. وهاي الزيادة البسيطة رح أوزعها على كل الأكواب. نخبط الصينية هيك على الخفيف، وبناخدها نخبزها بالفرن على نار هادية. وبنأكد الفرن لازم يكون محمى مسبقا، النار بتكون من تحت الصينية، الوقت على حسب طبيعة الفرن عندكم. الكب كيك ما بياخد وقت زي الكيكة نفسها لما تكون بالقالب الكبير، يعني معنا بس من 20 ل 25 دقيقة أو حتى أقل شوية. إحنا عموما بعد ربع ساعة بنفتح الفرن وبنشيك عليه، لكن قبل هيك ما لازم نفتح الفرن. بنختبره بالسكين، لو طلعت جافة بنشغل عليه النار من فوق أدوب دقيقتين بس إنه نحمر الوجه.
وبعد مرور 20 دقيقة طلعت الصينية من الفرن. شايفين لما نحط السكين بتطلع جافة ما فيها رطوبة، يعني هيك تمام. والأفضل نتركها تبرد. اللون رائع ما شاء الله، ماخد لون حلو. حتى لو كان هذا اللون ما تفكروا انه محتاج خبز اضافي، حوريكم كيف ماخده لون ومتحمرة كتير منيح. وهي التانية لونها بشهي، شايفين من جوا طرية واسفنجية. ولما تبرد راح تصير ألذ، وخاصة لما نتركها لتاني يوم. حتى أنا بفضل أرتبهم بعلبة مسكرة منيح، وبالتلاجة حتلاقوا الطعم رهيب. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. أستودعكم الله، وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة بإذن الله. مع السلامة.